بالصلاة على النبي، يعني الدنيا زي الفل وتمام خالص بالصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا لسه داخلين المكان وبنوريكم المكان اهو. ضروري جدا في الحر اللي احنا فيه ده يا جماعة ان الناس كلها تنظف الادراج بتاعة السبلة صبح واخر النهار. ده ضروري جدا عشان الحر وعشان خاطر الامونيا والكلام ده كله. طبعا درجات الحرارة بالنهار بتبقى عالية جدا، احنا عارفين درجة الحرارة بتوصل طبعا جوه المكان 32 و34، لكن بره درجة الحرارة 43 و42. فضروري جدا موضوع تنظيف الادراج ده مهم جدا 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 عشان الامونيا والريحه جوه المكان، لان هي الفراخ مش ناقصه كفايه عليها الحر يعني زي ما بيقول يعني. لكن بالصلاه على النبي ما شاء الله الدنيا زي الفل خالص اهي. طبعا كل ده بالاضافه بقى لسقوه الفيتامينات يعني كل مره نتكلم في القصه دي تقريبا. فيتامينات ضروري، موسع الشعب الطبيعي، اليانسون مع النعناع مفيش فيه مشكله، كل الحاجات دي شغاله. والحاجه اللي كانت ضروري احنا عايزين نتكلم فيها، انت اول ما تخش على الفراخ تبتدي تحرك الفراخ زي ما انتم شايفين كده، الحاجه اللي تلاقيها زي كده عينك عليها على طول. شفت هو قايم عامل ازاي؟ كاشش في نفسه اهو. ده عينك على الفرخ اللي يبقى زي ده كده. الفراخ اللي بتبقى مش مظبوطه بتلاقيها ركنه في الاخر هنا كده. الفرخ اللي قام كل وشرب ده بالصلاه على النبي ما تقلقش عليه. انما اللي تلاقيه راكن ورا كده، راكن في اخر القفص كده، ده اللي تبقى قلقان منه وعينك دايما تكون عليه. تمام كده؟ عشان بس حابين نعرف حضراتكم مع بعض اهو. وضروري جدا يا جماعه نحافظ على موضوع السموم في الحر ده بالذات. الحر ده موضوع السموم، فيتامين سي. لو الجو قلب وفي احتباس حراري اخر النهار، حسيت ان الفراخ في حاجات فيها سخنه، مفيش مشكله خالص تنزل ستال بشري. الستال البشري كويس جدا، بيخفض الحراره بسرعه وهينزل حراره الفراخ. ما كانش الفرخ اللي تلاقيه كده بتاخده وتبل له ميه وتركنه على الارض، اول ما يفوق بترجعه للمكان تاني. كل الحاجات دي بنعملها في الحر، قلنا عليها كتير. طبعا الخلايا لغايه دلوقتي شغاله لغايه دلوقتي عشان بس يبقى الكلام واضح. الخلايا لغايه دلوقتي احنا الساعه 11 بالليل اهوت والخلايا شغاله وكل حاجه تمام. عايزين نظبط الامور وربنا يستر علينا ونعدي بالتربيه ديت على خير باذن الله. وباذن الله بالصلاه على النبي يعني الدنيا تمام خالص زي الفل اهي بالصلاه على النبي. الدور اللي في الارض تقريبا ده الدور اللي تلاقيه فيهم مستريح اكتر. ده برضه عينك تكون على الادوار العاليه عشان خاطر زي ما احنا عارفين كثافه الهواء الساخن بتكون خفيفه بيكون فوق. لكن ما شاء الله بالدنيا بالصلاه على النبي الدنيا تمام خالص وزي الفل اهو. وربنا يبارك لاصحاب المكان يعني. سمعونا الصلاه على النبي بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.